واحنا لسه مكملين. مصر النهارده في ايدها مين؟ واخدانا للبر بأمان. إصرارنا بيزيد كل يوم، وفي أي وقعة أوام نقوم. راهنا ضد الموج نعوم، عدينا وكسبنا الرهان. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج حدوتة مصرية. في حدوتة مصرية هنعرف كل الأخبار المصرية المحلية والدولية والعالمية. انتقلت كاميرا برنامج حدوتة مصرية إلى محافظة الشرقية لتغطية مهرجان الخيول العربية في الدورة 27 تزامنا مع احتفالات العيد القومي لمحافظة الشرقية. ويعتبر هذا المهرجان نوع من أنواع تدعيم وتنشيط السياحة المصرية. النهارده طبعا الدوره ال27 زي ما انت شايف كلنا مبسوطين، واعتقد انت كمان مبسوط والناس كلها مبسوطه بالتنظيم اللي شكله كويس، وان شاء الله اللي يليق بيكم وبشعب الشرقيه يبقى مهرجان جيد ان شاء الله. زياده عدد الدول المشاركه في المهرجان السنه دي، شايف طبعا التسويق الجيد لاداره المهرجان؟ طبعا التسويق الجيد والشكل اللي اخده المهرجان بيأكد ان هو مهرجان يعني ليه شكل كويس وليه نسب مشاركه وليه نسب مشاهده. وطبعا السنه دي كان في تسويق جيد والحمد لله المشاركات جيده جدا الحمد لله. من خلال حدوته مصريه قناه القاهره التلفزيون المصري تقول لي للشعب المصري؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين وتحيا مصر، ما تخافوش على مصر باذن الله. استاذ دكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحه بالشرقيه، مشاركه النهارده جميع القوافل الطبيه النهارده بمشاركه طبعا سيادتك واشرافك النهارده في مهرجان الخيول العربيه، من ضمن المهرجانات العريقه اللي بتشهدها محافظه الشرقيه على ارضها، شايفها ازاي النهارده؟ الحقيقه النهارده بس بقول لمعالي الوزير المحافظ كل سنه ومعاليك طيب. عيد الشرقية القومي الحقيقة دي أحد فعاليات اللي بتقام في شهر 9، لأن طبعا حضراتكم عارفين إن يعني شهر 9 هو بيشهد العيد القومي لمحافظة الشرقية يوم 9/9. فالنهارده المهرجان القومي للشرقية بالهجن والخيول، الحقيقة بقول لهم كل سنة وانتم طيبين وكل شعب الشرقية بخير وبصحة وسعادة. دي النهارده يعني بنقول للجمهوريه كلها خلاص ان ده المهرجان اللي بتحرص عليه محافظه الشرقيه، في ان النهارده بتدعمه بكامل طاقتها وبقوتها بالكامل. من خلال مشاركه مهرجان الخيول العربيه كان مديريه الطب البيطري بالشرقيه لها دور كبير جدا. معنا اللواء دكتور ابراهيم وكيل وزاره الطب البيطري بالشرقيه. دكتور عايزين نعرف النهارده المشاركه ازاي، وعايزين نعرف ايه الدور اللي بتقوم بيه مديريه الطب البيطري في مهرجان الخيول العربيه. مهرجان الخيول
الخيول العربية في دورته السابعة والعشرين تحت مظلة معالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. الطب البيطري شريك أساسي ورئيسي في مهرجان الشرقية للخيول العربية. منذ حوالي شهر كان هناك مجهودات للطب البيطري ممتدة من خلال مراجعة أماكن إيواء الخيول داخل هذا المهرجان، بالإضافة إلى أرضية الخيول، وبالإضافة كمان إلى اختيار الخيول المشاركة في السباقات من خلال الاطلاع على أوراق الثبوتية من شهادات تشبيه الخيول وشهادات التحصينات، بالإضافة إلى الباسبورات الخاصة بالخيول العربية الأصيلة. رسالة طبعا نبعثها لكل المواطنين نطمنهم على الخيل العربي الأصيل. طبعا الخيل العربي الأصيل هناك عناية من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية من خلال مرابط مصر. مشروع مرابط مصر هذا المشروع العملاق الموجود في القرية الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة. هناك نقلة حضارية للحصان العربي المصري الأصيل. أبونا بطرس النهارده مشاركة فعالة النهارده في مهرجان الخيول العربية اللي بيقام على أرض محافظة الشرقية بدعوة من السيد المحافظ ممدوح غراب. شايفها ازاي النهارده المشاركة؟ تحتفل المحافظة كل سنة في الوقت ده بمهرجان الشرقية للخيول. طبعا دي بتبقى فترة حلوة خالص، مجهودات جبارة من المحافظة ودعم من السيد المحافظ. بيكون يعني كل سنة المحافظة فيها حدث كبير وحدث مهم جدا هو مهرجان الشرقية للخيول. المحاسب هاني ربيع من القيادات الشبابية في محافظة الشرقية، شايفها النهارده مشاركة حضرتك النهارده في مهرجان الخيول العربية؟ والله انا شايف لسه ما بدأناش طبعا، بس ان شاء الله يكون حضور مشرف النهارده. الشباب مشارك بقطاع كبير جدا، وده يمكن سمة من سمات محافظة الشرقية وعلامة مميزة مهرجان الخيول في الشرقية. يعني احنا كلنا بنفتخر بحاجة زي كده، ان احنا عندنا من الحاجات المميزة لمحافظة الشرقية وهو مهرجان الخيول. فان شاء الله يكون يوم موفق ان شاء الله باذن الله بوجود شباب الشرقية النهارده ان شاء الله. دكتور هابي الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق مشاركة النهارده في مهرجان الخيول العربية وكتراث سنوي بتقوم به المحافظة ودعوة حضرتك بحضور الجامعة. شايفه ازاي النهارده؟ مهرجان الخيول العربية في محافظة الشرقية دي أحد المهرجانات الكبرى في مصر اللي بتتميز بيها محافظة الشرقية. الحمد لله رب العالمين. يعني المهرجان كل سنة بيحقق نتائج هايلة جدا سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي أو العالمي. زي ما كل السادة المشاهدين عارفين يمكن ده أكبر مهرجان موجود في مصر في هذا الإطار، إلى جانب أنه هو من المهرجانات المتميزة جدا في الدول العربية اللي بيحضرها كتير من إخواننا في العالم العربي والمهتمين بالخيول ورياضتها في العالم كله. طبعا ده يعني حدث مهم جدا في المحافظة واحنا بنفخر بيه كشرقاوية الحمد لله رب العالمين. دكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية في مهرجان الشرقية للخيول العربية، شايفين النهارده وجود ومشاركة عناصر شبابية النهارده ودعم في مهرجان الخيول العربية الدورة 27. تحياتي لحضرتك. طبعا النهارده الدوره 27 دي بتقام برعايه الاستاذ دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه. بيشارك فيها كيانات كتير وناس كتير جدا. الحفله المره دي الافتتاحيه مختلفه عن كل السنوات، بتقوم به اداره السياحه بمحافظه الشرقيه. طبعا برضو مشارك معانا في اللجنه الدكتور احمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقيه. هيشارك فيها كليه الطفوله، هيشارك فيها طلاب كليه التربيه الرياضيه بنين، هيشارك فيها الموسيقى العسكريه، هيشارك فيها كليه الشرطه، هيشارك فيها مجموعه كبيره. يمكن الحدث السنه دي فيه اختلاف شويه، ان هو احنا البطوله كان او الافتتاحيه كانت دايما بتقام نهارا، الا النهارده ان شاء الله بتقام ليلا. المهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعيه مستثمرين بلبيس مشاركه النهارده في مهرجان الخيول العربيه وهي مقامه على ارض بلبيس بالفعل. يمكن النهارده الدكتور عبد الله شايف ان في تغييرات عن كل دوره، شايفها ازاي؟ المهرجان لازم كل سنه يقام واحنا مشاركين فيه ولازم يكون لنا يد بيضاء فيه، فبالتالي النهارده السهره الجميله دي حاجه سحر كده من الخيال. بنشكر فيها طبعا السيد وزير السياحه، السيد محافظ الشرقيه، الساده القاده عن القائمين على هذا العمل. سهره يعني كنا نتمناها من زمان. يعتبر التعليم العالي أحد أهم الملفات التي يهتم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة، حتى أصبحت مصر في مصاف الدول والارتقاء بالبحث العلمي. شهدت الجامعات المصرية طفرة كبيرة جدا وأصبحت لها
منزلة كبيرة ضمن الجامعات العالمية. كان معنا لقاء مع الأستاذ الدكتور أشرف حميجل رئيس جامعة السويس. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم مره ثانيه ولكن مع قيمه تعليميه كبيره يتردد اسمه داخل الاوساط التعليميه الكبيره وداخل الجامعات المصريه، جامعه السويس الذي اصبحت حديث الجامعات المصريه، واصبحت جامعه السويس اسم وله باع طويل في الابحاث العلميه المتميزه. معنا رئيس الجامعه الدكتور اشرف محمد حميجل. منور يا دكتور. ربنا يخليك واهلا بكم في مدينه السويس. حضرتك طبعا بنهنيك الاول بمناسبه صدور قرار رئيس الجمهوريه بتعيين سيادتك رئيسا للجامعه. كلمه حابب توجهها للقياده السياسيه وابناء الطلبه وزملائك في العمل داخل جامعه السويس. في البدايه انا بحب اوجه الشكر لفخامه رئيس الجمهوريه لثقته في تعيينه رئيس لجامعه السويس، وده طبعا شرف ليا وبيحملني مسؤوليه كبيره جدا ان شاء الله نكون عند حسن ظن سيادته. جامعة السويس تعتبر من الجامعات الحديثة. جامعة السويس وأبرز الكليات وأبرز التخصصات اللي هي موجودة أو تتميز بها جامعة السويس عن باقي الجامعات المصرية. جامعة السويس فيها بعض الكليات المتميزة، ويمكن في كلية الهندسة البترول والتعدين هي أحد الكليات الوحيدة على مستوى جمهورية مصر العربية، ولها طبعا تاريخ قديم منذ ان كانت معهد عالي ثم تحولت الى كليه وراحت الى جامعه تؤول الى جامعه حلوان قبل قناه السويس، ثم انتقلت اخيرا الى جامعه قناه السويس ثم السويس. وطبعا يمكن حضرتك تعلم ان المؤهلات التي تؤهل طلاب الثانويه العامه لدخول كليه هندسه البترول والتعدين مجموع عالي جدا. ده معناه ان في اقبال كبير على هذا التخصص، وده مش موجود غير في محافظه او في جامعه السويس على وجه الخصوص ضمن الكليات المتفرده. عندنا كليات متفرده ايضا زي كليه الثروه السمكيه، ودي مش موجوده في كل الجامعات المصريه، يعني يمكن في 3 كليات على مستوى الجمهوريه في كليه الثروه السمكيه. ده طبعا من الكليات الواعده، الكليات اللي ان شاء الله هتساهم في التنميه المستدامه لمصر وفي الانتاج السمكي او في الانتاج البحر بوجه عام. يعني شايفين رؤيه مصر 2030 وشايفين الرؤيه بتاعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بابراز العديد من الجامعات والكليات المصريه الحديثه مثل زي ما حضرتك قلت التعدين والثروه السمكيه. شايف النهارده ان هيكون الدور التنموي مع بند التعليم مع الدراسه، شايف هيدي احقيه للطالب المصري او هيبقى فيها اقبال عن كليات القمه في الفتره الاخيره؟ الحقيقه احنا يعني يمكن عندنا في جامعه السويس كلمه كليات القمه ما بقتش تتردد قوي، لان هناك كليات زي كليه الحاسبات والمعلومات وتخصص الذكاء الاصطناعي، كليه التكنولوجيا والتعليم، كليه السياسه والاقتصاد. هذه الكليات الحقيقه كليات واعده، خصوصا الكليات المتعلقه بالتكنولوجيا. يعني عندنا كليه اسمها كليه التكنولوجيا والتعليم، مش موجود غير 4 كليات على مستوى الجمهوريه في هذا التخصص، وده هيساهم كتير جدا في التنميه المستدامه لمصر وخلق فرص عمل للشباب، لان انت عارف حضرتك ان احنا مجتمع صناعي في السويس، وفي كميه من شركات البترول والمصانع وخلافه. ده الكليات اللي زي كليه التكنولوجيا والتعليم وكليه الثروه السمكيه، وان شاء الله احنا بصدد ايضا فتح قسم الهندسه البحريه في كليه الهندسه اللي هتخدم كثيرا من المواني البحريه اللي موجوده على ساحل البحر الاحمر، ان احنا ان شاء الله هنساهم بصفه كبيره جدا بعد ما اجتمعنا مع المسؤولين هيئه موانئ البحر الاحمر والترسانه البحريه وهيئه قناه السويس، والحقيقه هم محتاجين هذا التخصص ده في هذا التوقيت.
لما استعرضنا السيره الذاتيه بتاعت حضرتك وجدنا العديد من الانجازات ومن طبعا من الدراسات والمناصب التي تخلقتها حضرتك في الكثير من المجالات. عايزين نعرف حضرتك الشكل الكامل للتنميه المستدامه والرؤيه المتكامله لتطوير الجامعه، وهل الجامعه هيكون لها دور في المستقبل زي ما اكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكثير من المؤتمرات والكثير من المحافل ان التعليم وان هيكون له دور كبير جدا في الرؤيه القادمه المستقبليه. هو يمكن حضرتك انا يمكن تخصصي عشان انا اساسا مهندس هندسه مدنيه، فيمكن رؤيتي اكتر هتبقى لي خدمه التنميه المستدامه في مجال التعليم والانشاءات. عندنا في جامعه السويس ان شاء الله احنا بصدد ان احنا هندخل في مدينه السويس الجديده. الجامعه متخصص لها 100 فدان في مدينه السويس الجديده. ان شاء الله رؤيتنا لهذا المكان هتبقى ايضا في خدمه التنميه المستدامه لمصر، سواء بانشاء جامعه اهليه او تكنولوجيه او عمل بعض الكليات المنتجه زي كليه الزراعه وكليه الطب البيطري لعمل الكثير من الانتاج الحيواني والانتاج السمكي والانتاج الداجيني. يعني احنا الحقيقه عايزين كليات الجامعه تنتج، مش هتنتج ان احنا كمصنع، لا بالظبط، احنا بنخفف الاعباء عن الدوله بالخبرات المتنوعه والمتراكمه الموجوده في الجامعه. فهذه المنطقه هي مناسبه جدا لعمل كليه طب بيطري وكليه الزراعه ومزارع للثروه السمكيه، وايضا انشاء كليه تكنولوجيه تخدم المنطقه الصناعيه الموجوده في السويس، لان زي ما حضرتك عارف السويس في منطقه لوجستيه قريبه من العاصمه الاداريه وقريبه من القاهره وقريبه من يعني الحقيقه موقعها متميز جدا. وانت عارف حضرتك ان منطقه قناه السويس بصفه عامه من المناطق الهامه، والجامعه على اتم الاستعداد وفعلا اخذنا خطوات. يمكن خطتي لما كنا بنقول خطتنا للجامعه بعد كده كانت ايه؟ كانت بصفه اساسيه كل الخطه والاستراتيجيه اللي احنا حطيناها للجامعه كانت مستمده من محاور مصر 2030، الخطه المستدامه لمصر 2030. الجامعه مش عايزينها تبقى مستقله عن المجتمع الصناعي والمجتمع المدني. الهدف من انشاء الجامعات هو عمل انتر اكشن او عمل تداخل بين المجتمع الصناعي والعمل الاكاديمي اللي هو في الجامعات. بدون ده الحقيقه لو حصل انفصال مش هيحصل تقدم. فاحنا كل الجامعات المصريه ومن اولهم جامعه السويس احنا رهن الاشاره لمصر في تخفيف الاعباء في تقديم الخدمات الاستشاريه وتقديم الافكار حتى عند الطلاب. دي هقول لحضرتك بعدين طلاب جامعه السويس تقدموا بابتكارات كبيره جدا. فربط الصناعه وربط المجتمع المدني بالجامعات ده موضوع مهم جدا جدا جدا، وان احنا بنحطه في المرتبه الاولى في خطتنا الاستراتيجيه. برضه هنكمل برضه في حديثنا في موضوع رؤيه المستقبل والبحث العلمي. شايف البحث العلمي له اهتمام كبير جدا داخل الجامعه، يمكن الجامعه خدت اكثر من جائزه الدوله التشجيعيه في اكثر من مجال. عايزين نعرف دور التميز ودور تشجيع الدوله للجامعه جامعه السويس شايفه ازاي؟ الحقيقه يمكن احنا كنا فرع من جامعه قناه السويس، انفصلنا وبقينا جامعه مستقله سنة 2012. أنا أقول لحضرتك على حاجة، يمكن سنة 2012 عدد الأبحاث المنشورة في جامعة السويس كان في حدود 134 بحث. الآن وصلنا إلى أكثر من 6000 بحث. ده طبعا طفرة كبيرة جدا. طبعا ده كان في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي الحقيقة بيدعم العلم والبحث العلمي بطريقة كبيرة جدا، عن طريق عقد لقاءات علمية، عن طريق عقد مؤتمرات بحثية في جميع المجالات. الحقيقة احنا هنا في الجامعة بنطلع حوافز للباحثين المتميزين، وده بيساهم بصفة كبيرة جدا في زيادة عدد الجامعة للتشجيع للباقي عشان يكون مثال. بالظبط يا فندم. ده الحافز المادي والمعنوي من الجامعة بيزود عدد الباحثين وبيرفع من كفاءة البحث العلمي. ده مش كده وبس، ده احنا شرط من شروط منح رسائل الماجستير والدكتوراه ان الباحث يكون نشر
في المجلات المعترف بها دوليا، وده ساهم بصفه كبيره جدا في زياده عدد الابحاث، في زياده الابتكارات. والحقيقه الفتره اللي يمكن ال6 سنين او ال10 سنين اللي فاتوا حصل في جامعه السويس طفره كبيره جدا 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 في مجال البحث العلمي، وحتى في الترتيب العالمي للجامعه تقدمت كثيرا جدا عن السنوات السابقه. كنت لسه هتكلم مع حضرتك في النقطه دي، ولكن خدتني انت سريعا للنقطه دي. دايما نسمع عن الجامعات المصريه ان هي طبعا بتتقدم في الدوريات العالميه. نسمع عن جامعات عريقه زي جامعه الزقازيق، جامعه القاهره، جامعه الاسكندريه. النهارده جامعه السويس اللي هي لسه طبعا واخده الاستقلال واصبحت اسم واسمها يتردد في الدوريات العالميه. يمكن احنا عارفين معلومه ان 2% من الابحاث الاكثر تاثيرا في جميع على مستوى العالم، يعني جميع الابحاث يعني 2% متاثره تاثيرا في العالم. وطبعا اعضاء هيئه التدريس كمان والطلبه عارفين ان هم بياخدوا يعني حاجات اعلى. عايزين نعرف حضرتك ايه قصه الدوريات العالميه دي ومشاركتها ازاي؟ الحقيقه الباحثين المتميزين او افضل 2% على مستوى العالم في البحث العلمي يمكن عندنا اكتر من اسم في جامعه السويس. يمكن عندنا حوالي 5 باحثين كانوا افضل 5 في 2% على مستوى العالم. عندنا في مجال الطاقه، عندنا في مجال الابحاث اللي هي متعلقه بالجيولوجيا، الابحاث دي كلها متقدمه جدا. عندنا باحثين متميزين حصلوا على جائزه الدوله التشجيعيه في مجال الكونستراكشن ماتيريالز او المواد الانشائيه، وفي مجال الهندسه الكهربيه، وفي مجالات اخرى. وكل ده زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان كل هذه المجالات احنا هنوجهها ان شاء الله الى الدوله، هنخدم بها الدوله. الافكار اللي خدوا بها الجوائز اللي هم الزملاء الافاضل اللي حصلوا على جائزه الدوله التشجيعيه، هنحاول نستثمر مدى التميز في بحثهم في خدمه المجتمع اللي احنا عايشين فيه ان شاء الله. يعني طبعا احنا بنتكلم عن الدوريات العالميه، طبعا واحنا عارفين ان العالم كله بيتحول للتحويل الرقمي والحوكمه. عايزين نعرف دور الجامعه وايه الموضوع اللي انتوا وصلتوا له، او نستعرض اهم ما جامعه وصلت له الجامعه في القطاع ده بالذات. يمكن احنا الحقيقه عملنا نموذج وانا اتمنى انه يعمم على مستوى الجامعات، هو مبنى الامتحانات الالكترونيه. وده كان نموذج كويس جدا، مبنى مستقل بنمتحن فيه الطلاب الكترونيا بعيدا عن الاوراق وبعيدا عن الكنترولات، واللي كان بياخد كم من المجهود سواء كان بشري او مادي. الحقيقه دلوقتي مبنى الامتحانات الالكترونيه بيستوعب اكثر من 2000 جهاز كمبيوتر، يعني ممكن في الامتحان الواحد ندخل 2000 طالب في الفتره الواحده. لو اشتغلنا 3 فترات 6000 طالب يدخل الامتحان او اكتر. عدد كبير جدا. عدد كبير جدا، يعني احنا لو اشتغلنا 3 فترات ممكن جدا ان احنا نمتحن 6000 طالب في اليوم. ده توفير للوقت وتوفير للجهد، وده ايضا بفضل البنيه التحتيه اللي امر بيها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي من فتره طويله يعني. والحقيقه ده ساعدتنا ان احنا في فتره الكورونا ان احنا نتعامل اونلاين بسهوله. البنيه التحتيه الحمد لله في جامعه السويس بتستوعب كل هذه الافكار وكل هذه الطموحات المتعلقه بالتعليم الالكتروني او التحول الرقمي في اداء الخدمات. طب عايزين نعرف برضه حاجه برضه من حضرتك، ويمكن انت اشرت ليها ان انتوا طبعا يعني العداله، يعني الامتحان الالكتروني بيضع عداله للطالب، بيضع نزاهه للطالب، ما بيدعش مجال للتشكيك في طبعا في اداره او في اداره اي احد الكليات. ولكن حضرتك بعت رساله لنا بخصوص طبعا التحول الالكتروني والتحول الرقمي. شايف مصر تقدر تكون قادره على مواجهه التحديات في الفتره اللي جايه لوضع اسمنا في المحافل الدوليه في التحول الرقمي؟ بلا شك المجهودات اللي اتعملت في مصر جدا في كل الجامعات المصريه
مش كل الجامعات فقط والمصالح الحكوميه، شايفين تغيرات كبيره جدا وتغيرات جذريه حاسس بها المواطن المصري، سهوله في التعامل، اقتصاد في الانفاق، راحه نفسيه عند اداء الخدمه. مصر شغاله في هذا الموضوع بخطوات متقدمه جدا، وانا متوقع ان الخدمات هتبقى اسهل واسهل، في ارتياح عند المواطن المصري، في ارتياح عند الطالب المصري، لان في مجهود الحقيقه الدوله قامت به في هذا المجال. طب عايزين نعرف برضه من حضرتك اهم ادوار الجامعه وهي خدمه المجتمع وتنميه البيئه المحيطه. ويا ريت حضرتك تكلمنا عن القطاع ده. انا سامع طبعا ان ده حضرتك كان له دور كبير جدا فيما يتعلق بالمشروعات الانشائيه الهندسيه. عايزين نعرف حضرتك طبعا ونتكلمنا عن خلال طبعا مركز الاستشارات الهندسيه والقوافل الطبيه والقوافل التنمويه، عايزين نعرف خدمه المجتمع وما تقدمه جامعه السويس لخدمه المجتمع. جامعه السويس بتقوم بخدمه المجتمع في شتى المجالات. الحقيقه محافظ السويس معالي اللواء الوزير عبد المجيد صقر في تعاون بين المحافظه وبين الجامعه كبير جدا، والحقيقه معالي المحافظ بيوفر لنا كل الامكانيات المتاحه لاداء الخدمه مع المجتمع. يمكن كليه الهندسه على وجه الخصوص بتقوم بدور كبير جدا. رخص البناء او تراخيص البناء احنا اصبحنا مش عايز اقول لحضرتك مشارك في المنظومه، بل احنا اساسي في المنظومه، منظومه تراخيص البناء اللي التعامل معاها بكل حياديه، التعامل معاها عن طريق السوفت، مفيش حاجه هارد، مفيش، كله بيترفع على السيستم، كله بيتعمل بحياديه في اسرع وقت اذا كانت الشروط مكتمله. فاصبحت كليه الهندسه الان تقوم بدور كبير في اصدار تراخيص البناء. الحاجه الثانيه حضرتك ان كليه الهندسه بترأس كثيرا من اللجان زي المنشآت الأولى للسقوط، سواء كان في محافظة السويس أو محافظة جنوب سيناء. استلام جميع أعمال الطرق داخل محافظة السويس ومحافظة جنوب سيناء، تشكيل هذه اللجان كلية الهندسة يعني ممثلة لجامعة السويس بتقوم بهذا الموضوع. تقييم المنشآت الحكومية والاقتصادية الموجودة في محافظة السويس أيضا بتقوم بها كلية الهندسة. هي بالإضافة إلى الخدمات الطبية التي تقوم بها كلية الطب من خلال القوافل الطبية اللي شعب السويس الحقيقة حس بها جدا في الفترات الأخيرة. قوافل طبية على مستوى عالي جدا، في بعضها حتى احنا خرجنا بره محافظة السويس، رحنا محافظة قنا، رحنا العريش في شمال سيناء، وتم فيها كثيرا من حتى العمليات، عمليات القسطرة وخلافه. كم كبير جدا من المرضى كان في رضاء نفسي وفي خدمة مجتمعية عالية جدا في هذا المجال. وإن شاء الله إن شاء الله القادم أفضل. إحنا الفترة اللي جاية إن شاء الله هنحصد ما فعلناه وما زرعناه، ما نستعجلش على الثمرة، الثمرة جاية إن شاء الله بيكم، بالشباب، بالشعب المصري العظيم، بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شاء الله. في ختام حلقتنا النهارده بشكركم وانتظروني في حلقة جديدة من حدوتة مصرية. احنا الحضارة والتاريخ يشهد علينا، أجدادنا رسموا لنا الطريق عليه مشينا، وهو كل جيل بيسلم الجيل اللي بعده، حلفين يا مصر هتبقي وأقوى بينا. شفتوا بعينيكوا الإنجازات ماشيين بنا